اللي هو على نص كيلو كبدة الفراخ 3 حبات طماطم، واحدة بنقطعها زي السلطة واتنين بنضربهم في الخلاط. عايزة تضربيهم التلاتة في الخلاط يمشي ينفع، عايزة تقطعيهم التلاتة زي السلطة برضو تحفة وينفع ويمشي. الأكلة دي تنفع كبد وقوانص تنفع، بس بنحط القوانص قبل الكبدة وقبل البصل وقبل أي حاجة، بنحطها في ربع كوباية مية، نسيبها تشرب المية خالص، وبعد كده بننزل عليها بالبصل والفلفل والخطوات دي، واحنا هنعملها برضو إن شاء الله قريب مع بعض. تمام كده. هنفضل بقى نشوح في البصلاية بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. طبعا دي كبدة فراخ شطفتها حلو وقطعتها، وبعد كده يا بنات حطيتها في مصفى وعصرت عليها ليمون ونقطة خل، وسبتها تتصفى مع نفسها كده، وما رضيتش اشطفها تاني، ورحت نازله بيها ايه على البصل والفلفل زي ما انتم شايفين. وتفضلي بقى تقلبي فيها لغايه لما تنزل ميتها وتشرب الميه بتاعتها تاني وتنشف تماما. تمام كده. واحنا بنعمل كده بقى هنحضر ايه بقى؟